السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي. يا رب تكونوا بخير. النهارده معايا بقى فيديو من الاخر، بجد فيديو كده سجليه لرمضان علشان هينفعك جدا في الايام اللي جايه، من غير سكر بقى ومن غير الكوبايتين السكر اللي احنا بنحطهم كده في قلب صينيه الجلاش، ولا الشربات، ولا عسل الكلوكوز، ولا كل الحاجات دي. كل الحاجات دي مش هنستخدمها معانا في الفيديو النهارده، وبالرغم من كده هيطلع معانا احلى صينيه جلاش. هنعملها لضيوفنا وهنعملها لولادنا، بجد تحفة خطيرة. يعني انا نفسي مش مصدقة ان الجمال ده يطلع كده من غير شربات الحلويات. بصوا عاملة ازاي، شكلها جميلة ومش معجنة، وبلفة جلاش. بس يعني بلفة جلاش هتعمليها، وانسي بقى الحلويات تاني، وانسي الشربات اللي احنا كنا بنحطه بكوبايتين الشربات ونغليه ويسكر. لا، تحفة بجد ما شاء الله. الفيديو ده للناس اللي عايزة توفر السكر وعايزة تحافظ على صحتها. لكن ده مش معناه ان انا مش هنزل لكم وصفات تاني بالشربات، لا هنزل بقى، بس انتوا حرين اختاروا بقى الفيديو اللي يريحكم واختاروا الوصفة اللي تريحكم. اول حاجه كده نسمي بالله، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك. اتفرجي على الفيديو وشوفي الفيديو يستاهل لايك واشتراك ولا لا. معايا بقى اول حاجه نص كيلو من الجلاش، اللي هو لفه من الجلاش. بمجرد ما تفتحيه كده على الرخامه لازم تغطيه، غطيه بفوطه او كيس مخده نضيف علشان ما ينشفش معاكي. تاني حاجة بستخدم بقى، أنا من هنا مستخدمة في الفيديو معلقتين كبار من السمنة البلدي، مع معلقتين كبار برضو من السمنة العادية. ممكن تستخدمي كله سمنة عادي، مفيش مشكلة حسب المتوفر عندك. تاني حاجة بجيب الصينية، أنا مستخدمة هنا الصينية الوسط، اللي هي بيبقى في طقم الصواني الثلاث صواني الوسطانية على طول. دي خدت معايا مقاس لفة الجلاش حلوة قوي. بدهن كده بقى الصينية في الأول برشة من السمنة، بدهنها كويس جدا. وبعد كده بحط ورقتين ورقتين، بروح حاطة ورقتين واروح بدهنهم رشة من السمنة. طب ليه ما بحطش الكمية كلها كده او نص الكمية حتى وادهن السمنة عليها؟ لا كده بيبقى افضل. ليه؟ علشان ابقى متأكدة ان الجلاش معاكي مورق، وفي نفس الوقت ما بياخدش سمنة كتير. ليه؟ علشان بعملها بالفرشة. اللي عايز يوفر هيستخدم الفرشة. بصراحة الفرشة دي كنز، علشان ما بتاخدش خالص سمنة، وبتديها كده ايه، يا دوبك رشة بسيطة. لكن بالمعلقة، يعني زمان كنا بستخدم المعلقة بتاخد معاكي كمية كبيرة، لكن استخدمي الفرشة مش هتاخد كمية خالص، وهتبقى متأكدة ان هي مورق. هفضل بقى اتعامل كده لحد ما كمية النص كيلو كلها تخلص. عندي اخر ورقتين بروح تانيها لجوه، بتبقى في حتة بسيطة كده حسب المقاس، صغيرة جدا، تنيتها لجوه واروح مقطعها. اخر ورقتين من فوق ما بحطش سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة. استنوا عليا كده وانا اقول لكم هنحط امتى. اهم حاجة كده بروح مقطعاها بالطول، وبعد كده اقطعها بميل كده شوية، يعني حبة حركات بقى وتركات كده علشان يبقى شكلها جميل كده زي اللي بيتباع بره. افضل من مربعات كده سادة، لا شكلي يعني كده ايه ودلعيهم شوية. هقطعها كده بميلة زي ما قلت لكم. بعد ما بقطعها بروح جايبة ايه حبة السمنة اللي فايضين معايا، وبروح دهناها بالفرشة. لازم الوش اكون متأكدة ان هو مدهون كويس جدا علشان ما ينشفش معاكي. وكمان الرشة الحلوة دي بتديله بقى لون من فوق كده، لون جميل ولون ذهبي ولون حلو كده. طيب قبل ما ادهن الوش كده بروح فاتحة الفرن، علشان لازم الجلاش علشان ما يجيش مجلد معاكي، الفرن يكون سخن معاه، بدخله كده يكون سخن. طب بدخل الجلاش في الرف اللي في النص، ومجرد ما يحمر الجوانب كده اروح مشغله عليه الشوايه. تقفي جنبيه وهو الشوايه شغاله علشان ما بياخدش وقت خالص. نيجي بقى للتركية المهمة واهم حتة في الفيديو، اللي هنتخلص منها بقى من الشربات والسكر اللي بيتحط فيه. معايا نص كوباية من اللبن او الحليب سخن جدا، بروح حاطه عليه 4 معالق بس من السكر. يعني انت لو هتستخدمي سكر للصينية دي في العادي بتستخدمي كوبايتين كاملين من السكر، لكن انا هنا استخدمت بس نص كوباية من اللبن مع 4 معالق بس من السكر.
طب السكر لو ما دابش كله ارفعه على النار كده لحد ما يدوب، هيديني حوالي كوبايه الا ربع. بمجرد بقى ما الجلاش يخرج من الفرن وياخد اللون الذهبي الجميل بتاعي ده، هروح نازله عليه باللبن بتاعي. طب بحطه سخن ولا بارد؟ لا بحطه سخن جدا. طب هيجي معجن؟ استحالة يجي معجن. ليه طيب؟ علشان انا حاطه كمية قليلة. بصوا، بفضل اقلب فيه من كل اتجاه، مفيش ولا نقطة لبن بتنزل. ليه؟ كمية ممتازة. بيجي متشربه كده من جوه طري وحلو، ومن فوق مقرمش. حتى باين في الفيديو جدا ان هو من فوق كده مقرمش وجميل. بصوا وانا بعين يعني كل ده وهو سخن. لو كانت الكمية زيادة كنت هتلاقي كده في قلب الصينية بتاعتك فيها. بصوا ما شاء الله الجمال ده كله ب4 معالق بس من السكر. تحفة ما شاء الله.